رحمة بنادي الزمالك. الزمالك بيمر بمرحلة صعبة جدا جدا، وبين طرفي مقص. طرف بيحاول انه يكمل ويحقق ويجيب مكاسب ويجيب لعيبة ويحسن اوضاع، وطرف الجمهور اللي بينتظر من ادارته ان هي تحقق له احلامه في ظروف صعبة. الحقيقة انه الظروف الصعبة دي هي ظروف مالية. الزمالك لما يسدد في الفترة اللي فاتت أكتر من مليار جنيه في مسائل غير مسؤول عنها، خاصة بلعيبة أو صفقات، جت لعيبة وجت مشيت ولها حقوق وقضايا. ويعني زي ما قلت قبل كده، يمكن الزمالك أكتر أندية في مصر أو في العالم سيء السمعة في الاتحاد الدولي بسبب هذه المعاملات اللي كانت بتشير إلى إنه المسألة ماشية كده هبل يعني. فما سدد من الزمالك بجد يعني مبالغ رهيبه جدا جدا، كان ممكن تتحط في الامور الايجابيه اللي الجماهير بتحلم بيها او الشارع المصري بشكل عام اللي بيتمنى للزمالك الخير، كانت ممكن تحط فيها ويبقى الفلوس دي اللي راحت هباء ده جزء من اهدار المال العام اللي كان بيشير الى ان المساله لا تخضع للمنطق الاحترافي على الاطلاق. ما مضى في عمر فرقة الزمالك أو المشوار اللي فات كله طبعا مشاكل ومطبات، وكل اللي جاي هيبقى فيه كتير برضه من علاج هذه المشاكل اللي يرجى إنه يكون التعامل معاها بالعقل وبالمنطق، مش بالتكسير العظم، مش بالضغط على مجلس الإدارة، مش بالمحاولة تحقيق مصالح شخصية إلى حد كبير يعني. الناس اللي كانت سبب في مشاكل الزمالك الفظيعة دي بتتفرج، واللي ايده في الميه مش زي ايده في النار، ويا ريت بتتفرج بس، لكن لا، ده في معاول هدم شغاله، وبالتالي اصوات العقل لازم ان هي تعلى شويه. القصه كلها مرتبطه بيه بظروف اقتصاديه صعبه وظروف ماليه مهببه. فاللي جاي اعتقد في الزمالك هيكون بشق الانفس، الناس هتاكل من لحمها. واذا كانت بعض الامور بتتحسن ببطء فده امر طبيعي. فهي المسألة محتاجة انتظار وهدوء، وإن يبقى في أجواء مساعدة إلى حد كبير إن الناس دي تفكر. لكن عمليات التلويش والضغط والضرب والكلام ده هي بتجيب نتيجة إلى حد ما، لكن يعني يرجى إن هي ما تأثرش لدرجة إنه الناس تعيا أو الناس يجي لها أزمات في هذه الإدارة يعني. الحاجة الأخيرة إنه قصة الموسم الجديد. بص، الموسم الجديد محتاج انه في شويه مواجهه، شويه مصارحه من اداره الزمالك عشان الناس ما تستعجلش، وده اللي انا كنت باخده على مجلس الاداره. في نفس الوقت يبقى في نوع من الحوار المستمر مع الشارع، لانه السكوت زي ما قلت قبل كده عمره ما كان علامه رضا على طول. القصه المهمه جدا كمان انه مصلحه الزمالك لازم ان توضع في الاعتبار. وعلى فكره انا بقول هذا الكلام وانا ليست لي مصلحه مع نادي الزمالك، ولن تكون لي مصلحه مع نادي الزمالك، ولن يعني اتعامل في اي شان ممكن يخص نادي الزمالك باي لون من الالوان. انا بتكلم من منطلق انه النادي الكبير زي نادي الزمالك محتاج ان الناس تساعده، مش ان هي تحاربه او تشمت فيه. وشكرا لحضرتك.